جدا صافي. انا اول مره لما نزلت كنت ناوي اني انزل داخل الحفره، ما كنت اللهم صل من كثر ما كان صافي. في حدث الماء حتى المشاهد يشوف إن هذا تقريبا بركه ماء. اول مره تقريبا جيت لما دخلوني الجماعه تمام تكرمت دخول هذا المكان لاول مره، كنت ناوي اني انزل داخل هذا المكان، ما كنت اشوف ماي. فقال لي سيد حجي محسن الله يحفظه، قال لي سيد ماي قدامك لا تنزل، ممنوع. قلت له وين الماي؟ ما اشوف ماي. قال لا سيد حرك ايدك. فنزلت ايدي حركت الماي تمام، فبين ان الماي موجود بس انا مو شايفه من كثر ما هو نقي وصافي. اذا احنا ان شاء الله راح ناخذ الحجي محسن ان شاء الله ونتعرف اكثر. طبعا الحجي محسن الله يحفظه هو المتولي اتوقع عن هذا المكان المبارك، ومثل ما ذكرنا اعزائي المشاهدين هناك الكثير من الكرامات ان شاء الله سيتكلم عنها حجي محسن. علي موكل من الرب، علي ما نصبك منصوب لكن بالنصب نصب، علي عالي على كل عالي، علي موكل من الرب، علي ما نصبك منصوب لكن بالنصب نصب، علي عالي على كل عالي، علي موكل من الرب، علي ما نصبك منصوب. هذا كثر الماء شربناه والشفاء، نية الدعاء لاخواننا المؤمنين اللي يتابعونا، فان شاء الله ما احنا ناسينهم الدعاء. اصحاب الحاجات، المرضى، ان شاء الله اليوم راح نتوجه بعد ما نخلص الحلقه بدقيقتين او ثلاثه صلاه ان شاء الله، ركعتين وزياره وركعتين صلاه ان شاء الله لقضاء الحاجات وتيسير الامور لاصحاب الحاجات، للاخوان اللي موجودين واخواننا اللي يتابعونا على القناه، قناه الانوار. هناك الكثير سيد، لان دائما يطلبون عندنا الدعاء عند الاضرحه وفي هذا البرنامج السياحه الدينيه، غالبا ما يتصلون علينا ويبلغونا محتاجين دعاء منكم عند العتبات المقدسه، لان الكثير هناك متابعنا مثل دول امريكا واوروبا وايضا في حتى الخليج اللي ما عندهم قدره او استطاعه انهم يوصلون الى هذه الاماكن الطاهره، وخاصه في هذا المكان المبارك. انا اول مره ازوره يعني في صحراء على بعد 25 كيلو من مدينه كربلاء المقدسه، وقد طالت الامام علي سلام الله عليه، الامام علي صاحب المعاجز وصاحب يملك الدنيا والاخره، نعم سلام الله عليه ابو الحسن. فهذه تحفه من تحف الامام علي سلام الله عليه، تغيب عن ذهن الكثير من محبي اهل البيت. من فضل الله واهل البيت صار لنا تقريبا 10 سنوات في خدمه العتبات المقدسه بالعراق من عام 2003 الى الان، وما زلنا مستمرين. وكل ما احاول اني اقلل الزيارات او اني اخفف من الخدمه ما اقدر، صار مثل الشغف عند الواحد. فاطمه الزهراء روحي فداها علمتنا ان لما تبدا بالدعاء تبدا بالجار قبل الدار، فاحنا دائما بجميع زياراتنا نبدا بالمؤمنين اصحاب الحاجات اللي قلدونا او ما قلدونا الدعاء والزياره، لان كثير من اصحاب الحاجات، كثير من اخواننا المرضى، كثير من اللي عندهم امور مستعصيه نوصل هنا نبدا فيهم مثل ما علمتنا فاطمه الزهراء صلوات الله عليها، ونختم بانفسنا. فدائما الجار قبل الدار، فاحنا مو ناسين حقيقه احنا موجودين في هذا المكان وماديا موجودين وقاعد نتعامل مع القطاره ومع الماء الشريف هذا المبارك اللي يخص الامام علي بن ابي طالب، بس اهلنا، اخواننا، اصدقائنا، حبايبنا، مشاهدينا اللي يتابعون دائما قناه الانوار دائما مشمولين معانا بالدعاء وبالزياره ان شاء الله. اعزائي المشاهدين نتشرف بان احنا الان نقعد في هذا المكان اللي سلام الله على الامام علي سلام الله عليه مر ومد يده المباركه في هذا المكان، واحنا ان شاء الله نمر ونيابه عن المؤمنين والمؤمنات مشاهدنا ان شاء الله قضاء حوائجهم ان شاء الله. الله يقضي حاجاتهم بحق محمد وال محمد ويذكرهم ان شاء الله ونخصهم بالدعاء والزياره ورعي